دي سلسلة لطائف، يعني معلومة قرآنية سريعة كده في 30 ثانية. الجزء الرابع، ربنا بيقول لك ايه بقى؟ اليوم، اللي هو يوم القيامة، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. ايدينا ورجلنا يوم القيامة هتتكلم وهتقول الحاجات اللي احنا كنا بنعملها في الدنيا، ولكن ربنا قال في الآية تكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم. مش معنى ربنا قال ان لما الايد تتكلم هيبقى اسمها كلام، ولما الرجل تتكلم هيبقى اسمها شهادة؟ اقول لك، تخيل مثلا انا واقف بعمل حاجة ومعايا واحد صاحبي، فبعد ما خلصت بقول للناس انا عملت كذا، فكلامي ده يعتبر اقرار مني ان انا عملت كذا. بس لما يجي صاحبي يقول للناس انا شفت جابر عمل كذا، فدي شهاده منه عليا ان انا عملت كذا. فالشخص لما يعمل الحاجه بنفسه ويقولها دي اسمها اقرار، ولما يشوف حد بيعمل حاجه ويقولها دي اسمها شهاده. وعشان كده انت لما تيجي تعمل حاجه في الاغلب بتعملها بايدك والرجل بتبقى حاضره، فربنا قال ان الايد دي هتتكلم وان الرجل هتشهد، عشان الايد هي اللي عملت الحاجه والرجل كانت واقفه وحاضره وشايفه كل حاجه. فسبحان من ابدع في اختيار الالفاظ. فعلا القران معجز.